قرية بوز الخربة قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية منطقة الحفة ناحية كنسبة في جبل الكرد أو جبل الأكراد. تقع شمال غرب اللاذقية ب70 كيلومتر. عدد سكانها بحسب إحصائية عام 2013 400 شخص، كلهم كرد من آل زمو، لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. بوز الخربة مثلها كمثل بقية القرى الكردية في الجبل، وجبل الكرد أو جبل الأكراد كله عبارة عن قرى كردية تعرضت لقصف شديد من قبل قوات نظام الأسد، لذلك تهدمت معظم بيوت القرية وتهجر أهلها. هنا أناشد حكومة إقليم كردستان والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وكافة الأحزاب الكردية والكرد من أصحاب رؤوس الأموال بمد يد العون والمساعدة لأهلنا هناك. يزرعون أشجار التفاح والزيتون والتين واللوز، ويزرعون القمح والشعير أيضا، طبعا قبل التهجير. الآن القرية خالية من أهلها. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء القرية وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسامي كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية بوز الخربة.